البت دي انا ما ينفعش اسيبها، لازم اقتلها واخد الفلوس اللي معاها. خلاص كبرت، هتعمل بيها ايه؟ وطالما رجعتي في اتفاقنا مش هتديني المبلغ اللي قلتلك عليه، يبقى حياتك كده انتهت. دي تبقى مي كوين ضحيتنا النهاردة، اما دي بقى تبقى ميتشل مجرمتنا النهاردة، وانا بقى ابقى هبة وبرضو مذيعتكم النهاردة عشان اقول لكم على الجريمة. مساء الخير، معاكم هبة وحجزت لكم تذاكر رحلة جديدة لجريمة النهاردة. يلا بينا. خلونا في الأول نتعرف على سفاحتنا النهاردة. اسمها ميتشل، عندها 36 سنة، قررت فجأة إنها تنهي حياة امرأة عجوز في سن 67 سنة. وقبل ما أقول لكم على القرار الشنيع اللي هي خدته، خلونا الأول نعرف هم تعرفوا على بعض إزاي. ميتشل كان أصلها من أستراليا، ومامتها كانت شغالة في وزارة الخارجية البريطانية. ولما كبرت ميتشل عملت لنفسها شركة متخصصة في طب العظام، وكانت كمان هي أصلا تخصصها ودراستها في التشريح، وده سهل لها جدا عملية القتل وتقطيع جثة كوين بسهولة. مي يونج امرأة عجوز في آخر 60 من عمرها، محبوبة جدا من كل الجيران اللي حواليها. وطبعا لو حد قال لي هو ليه دايما الضحية بتكون محبوبة من كل الجيران اللي حواليها، هقول ده أمر الله، يعني احنا ما نخشش في الغيبيات يا جماعة، يعني ركزوا في الجريمة. دايما كانت مواظبة انها تروح الكنيسة، ودايما كانت بتعمل الخير لكل الناس اللي حواليها، وكمان كانت امرأة غنية. وهي دايما بتروح الكنيسة ظهرت لها في حياتها فجأة ميتشل. مع الوقت بدأوا ان هم يتكلموا ويتعرفوا على بعض، وميتشل قربت منها جدا. ولكن للأسف مي كوين كانت نيتها خير ناحية ميتشل، ولكن ميتشل كانت نيتها شر جدا. كانت كوين عجوز جدا ومحتاجة لرعاية صحية، فدايما اللي حواليها بيساعدوها، ولكنها تقريبا طلبت رعاية صحية من طبيب مختص لحد شغال مرافق زي الناس اللي هم بيبقوا قاعدين مع المرضى. وقتها ميتشل عرضت على كوين المساعدة، وطبعا كوين رحبت جدا وقربوا من بعض، وبقت تروح معاها دايما الكنيسة طول الوقت. وأكيد ده ما كانش شيء غريب بالنسبة للجيران، واستغلت إن الست العجوزة كوين محتاجة رعاية صحية، ومن هنا قربت منها أكتر وأكتر. وفضلت مصاحباها فترة من الزمن، ما قالوش بالظبط الفترة دي قد إيه. وفجأة يوم 11/6 اختفت ميتشل، واختفت كمان العجوز مي كوين. لاحظوا الجيران بعد فترة بإن مي كوين مش موجودة، وكمان ميتشل المرافقة اللي معاها مش موجودة. طبعا ده سبب لهم في قلق كبير، لان هم عارفين ان مي كوين ما بتتحركش خالص من المكان الخاص بيها. غير كمان ان كوين طلع عندها مستأجر في نفس البيت اللي هي عايشة فيه، وبرضه لاحظ بان هي مش موجودة، وبلغ فورا الشرطة عن اختفائها. طبعا الجدير بالأمر بأن المجرم دايما بيحوم حوالين مكان جريمته حتى لو كان من بعيد. طلعت ميتشل مراقبة الجو جدا، وعرفت بطريقة ما ذكروش طبعا في التحقيقات ان هي لقت خبر عن تبليغ اختفاء مي كوين، فاتصلت هي بنفسها بالمستأجر وفهمته بان مي كوين طلبت منها انها عاوزة تروح لناس قرايبها ساكنين في مكان بيطل على البحر، محتاجة ان هي تغير نفسيتها وتعدل من افكارها مرة تانية. اول ما ميتشل حست ان هي ممكن ينكشف امرها، عملت مذكرة بلاغ عن اختفاء مي كوين. وطبعا ده كان موقف غريب جدا منها، بان هي ما ذكرتش ان مي كوين مختفية الا بعد ما جه بلاغ من المستأجر والجيران اللي ساكنين حوالين مي كوين. وهي اصلا ما تعرفش ان الشرطة في البلاغ الاولاني من المستأجر وتبحث عن كوين. وقتها اساسا الشرطة كانت مشتبهة في ميتشل، لان هي اخر واحدة كانت معاها، ولان كمان المستأجر قال بانها اختفت في نفس يوم اختفاء كوين. وفجأة كده يا جماعة بدون سابق انذار، وهي الشرطة بتفتش على كوين وعلى ميتشل، يجيلهم اتصال من راجل بيعمل رياضة بيبلغهم بان في راس بشرية وبيطلب منهم الحضور فورا.
وفعلا الشرطة اتحركت فورا على مكان البلاغ. ولما راحت الشرطة لمكان البلاغ لقوا فعلا راس بشرية، ولكن كان وضعها سيء جدا لأنها كانت في المراحل الأخيرة من التحلل، وطبعا معرفوش إن هم يتعرفوا عليها. خدوها على طول على المعمل الجنائي، وبقى المكان ده مسرح جريمة. في اللحظة دي بقى الأخت ميتشل كانت بتعمل إيه؟ عرفت الشرطة بالتحريات بإن ميتشل ليها ساكنة في مكان معين في بريطانيا، وإن بنتها بتتقاسم معاها البيت. ولما سألوها عن ميتشل قالت لهم بإن هي سافرت لبلد اسمها سالكوم، أنا هكتب اسمها عشان لو بنطقه غلط، منطقة ساحلية. وبرضو وقت سفرها كان في نفس الوقت اللي هي قدمت فيه مذكرة غياب مي كوين، وده كان برضو في علامة استفهام كبيرة حواليها، بإنه بيزود الشبهة عليها أكتر إنها متورطة في اختفاء كوين. أول ما الشرطة عرفت من ميتشل إنها سافرت، راحت فورا على المكان اللي كانت عايشة فيه مع كوين، وفتشوا الكاميرات. اكتشفوا كارثة، لقوا ميتشل خارجة بشنطة كبيرة، شنطة سفر، في نفس اليوم اللي حصل فيه اختفاء كوين، وكانت بتعافر جدا في شيل الشنطة وحطتها جوه العربية بتاعتها، ماركة فولفو تقريبا، ومشيت بيها على طول. اكيد الشرطة اول ما شافت كده عرفت وتأكدت بان ميتشل اتخلصت من مي كوين. بدأت التحريات والبحث عنها بقوة اكبر من الاول، ولأن ميتشل نيتها سودة فربنا سبحان الله سود عليها أيامها. فجأة يجي للشرطة يا جماعة اتصال من محطة بنزين على الطريق السريع للبلدة الساحلية اللي كانت رايحاها ميتشل، بيقول لهم الراجل اللي شغال في البنزينة ايه بقى؟ قول انت بقى. هقول لكم انا بقى. بلغهم الراجل بان في واحدة ست جت تغير اطار العربية لانه انفجر وهي ماشية، بس كانت مرتبكة جدا وطالع ريحة غريبة، ريحة عفن شديدة جدا من شنطة العربية. واكيد الريحة دي اول حد بيقدر ان هو يستوعبها ويفهمها هي الشرطة. فورا الشرطة طلعت مذكرة قبض على ميتشل، وطلبوا من عامل البنزين ان هو يديهم مواصفات العربية الخاصة بميتشل، وفعلا اداهم مواصفات العربية، واتجهوا فورا للبحث في الطرق السريعة على العربية. وفي نفس الوقت في جزء تاني راح لبيت ميتشل عند امها، ولقوا فعلا العربية موجودة مصفوفة في مكان معين على الطريق السريع كأنها مهجورة. وبعض الناس اللي حوالين المكان كانوا فعلا بيحاولوا يتصلوا بالشرطة، وهم اللي لقوا العربية دي. فتحتها الشرطة ولقوا فيها للأسف بواقي جثة مي كوين. اقتحمت الشرطة بيت ميتشل، وشكلها كانت سكرانة ولا متخدرة، فيها حاجة مش طبيعية. تعالوا شوفوا معايا. الشرطة لقت ميتشل في حالة غريبة، أكنها كانت مريضة أو كانت متخدرة، أو يمكن هي بتمثل عليهم. المهم إن هم قبضوا عليها وقعدوا يحققوا معاها، وسألوها هي هنا عايشة مع مين. قالت لهم إنها عايشة مع أسرتها ومع أمها، وبتتقاسم مع أمها البيت. ولو تلاحظوا إن في زي ترميم على البيت نفسه، وهو ده سبب مقتلها لمي كوين. وتخيلوا بقى يا حلوين، بعد ما الشرطة قبضت عليها اكتشفوا إن ميتشل قتلت مي كوين عشان خاطر تاخد فلوسها، وكمان لقوا معاها أوراق مزورة فيها توقيع مي كوين، وعاملة بعض الإجراءات اللي هي تقدر إنها تحصل فيها على ميراث مي كوين. وهكتب لكم الورث والفلوس اللي هي كانت عاوزة تستحوذ عليها مبلغهم قد إيه، طبعا مبلغ كبير جدا. قعدت الشرطة تحقق معاها لساعات طويلة وهي رافضة نهائي إنها تعترف، وهجيب لكم برضو مقطع وهي الشرطة بتحقق معاها.
لما لقت الشرطة ان ميتشل رافضة ان هي تعترف وعمالة بتراوغهم في الكلام وساكتة تماما عن الاعتراف، قرروا ان هما يخمنوا مع نفسهم ميتشل عملت ايه بالظبط، وهو كالتالي: لما ميتشل اتعرفت على مي كوين طلبت منها انها تاخد فلوس عشان خاطر عاوزة تعمل تجديدات للبيت عندها، اللي هو بعض الترميمات اللي انتوا كنتوا شايفينها في الفيديو اللي فات. وطبعا كانت ساعتها مي كوين موافقة مفيش مشكلة، بس بطريقة ما حصل حاجة ما ذكرتهاش الشرطة ولا الصحف، ان مي كوين تراجعت على ان هي تدي الفلوس لميتشل. وفي نفس الوقت ميتشل كانت برضو طمعانة في اكتر من كده. تقريبا ممكن تكون مي كوين حست ان ميتشل مش تمام او ان هي طمعانة فيها، فقررت ان هي ترفض المساعدة بعد ما وعدتها. وقتها ميتشل أخدت قرار قتلها، وكمان خططت كويس جدا انها ازاي تعمل توقيع لكوين ان هي متنازلة عن كل ممتلكاتها لميتشل فقط. وبعد ما ميتشل ظبطت الاوراق بتاعتها كويس عشان خاطر تاخد ميراث كوين، نفذت خطتها بان هي راحت لها في يوم بالليل، وتقريبا كوين ما كانتش حاسة او واخدة بالها، دخلت لها عن طريق الباب الخلفي للبيت. عارفين البيوت بتاعت بره بيبقى دايما ليها باب من ورا، فممكن تكون كوين ما عملتش حساب حاجه زي كده، واكيد طبعا كوين ما ادتش اخوانها، وممكن تكون ما قفلتش الباب كويس او اخدت منها حتى نسخه المفتاح. المهم ان ميتشل دخلت بطريقه ما وقامت ضربه كوين على دماغها او زقتها على سن مدبب، فالست ماتت. وبعدين قامت عشان خاطر تخفي الجثه وتحطها جوه شنطه السفر اللي كانت جايباها، قطعت رقبه كوين عشان خاطر كمان الناس ما تتعرفش عليها، رمت الراس في مكان واخدت معاها باقي الجسم ودفنته في الجنينة اللي متقسمة ما بينها وبين امها عشان ما حدش يلاقيها. وبعد كده لما عرفت ان في بلاغ عن اختفاء كوين، طلعت الرفات من التربة وحطيتها تاني جوه شنطة العربية وطلعت بيها على المنطقة الساحلية اللي الشرطة لقت فيها عربيتها الفولفو. وبعد كده تم القبض على ميتشل وترحلت للمحكمة. تقرير الطب الشرعي قال بأن الجمجمة متهشمة تماما، لإما اتضربت بآلة حادة ليها سن مدبب في دماغها كسرت لها الجمجمة، لإما هي اتزقت بطريقة ما فدخلت في سن برضو زجاجي أو دخلت في سن حاجة حادة. المهم إن الجمجمة بتاعتها تهشمت تماما، وإن القطع اللي موجود في رقبتها مقطوع بطريقة محنكة كأنه من شخص متخصص. وطبعا سبق وقلت لكم قبل كده بأن ميتشل متخصصة في طب التشريح وطب العظام. اترحلت ميتشل للمحكمة وكانت قاعدة قدام القاضي بمنتهى التناكة والهدوء، وأكنها راحة تتفسح أو عاملة انترفيو. وبعد التداول لمدة ساعتين مع هيئة المحلفين، أدانها القاضي بالحكم مدى الحياة لمدة 38 سنة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط، يعني مش هتخرج من السجن أبدا. وكمان فوق كل ده أخذت حكم تاني بسبب تزوير الأوراق عشان تستحوذ على ممتلكات مي كوين، وكمان حكم عليها بان هي ما تتعرضش ابدا لا هي ولا اسرتها لاسره مي كوين. انا ما اعرفش هو حكم عليها الحكم ده ليه، بس من الواضح ان هي حاولت ان هي تتلاعب مع الاسره او ان هي تضايقهم بطريقه ما. كده وصلنا لنهايه رحلتنا في جريمتنا الغريبه بتاعت النهارده. قد ايه كانت جريمه شنيعه وجريمه مقرفه فعلا بجد، والقاتله ما عندهاش رحمه. وبجد يعني يمكن اول مره ادي نصيحه بان يا جماعه فعلا كاميرات المراقبه بتنفع جدا، بتبين طبعا اي حاجة ممكن تبقى خطر علينا، كمان ممكن تساعدنا ان احنا نحل مواقف ومشاكل بتبقى مبهمة نتحط فيها بطريقة ما. فانا بنصح الجميع بان هو فعلا لو ما عندوش كاميرا مراقبة يركب بالكاميرات اللي هي حتى اسعارها بتبقى بسيطة، ده بيكون امان ليكم ولاسرتكم. وبس، واشوفكم قريب في فيديو جديد ومع جريمة جديدة. كانت معاكم هبة، باي باي.